كل يوم الصبح تقريبا بتعمل نفس الحركة، تمد ايدك تمسك الموبايل، تبص على الساعة، ممكن ترد على رسالة او تعرف الجو عامل ايه، وبعدها تحطه في جيبك وتنزل. ثواني معدودة لكن بتتكرر ملايين المرات كل يوم. لكن عمرك سألت نفسك الحكاية اللي حصلت قبل اللحظة دي؟ مش امتى تصنع ولا امتى تباع، انا اقصد الرحلة اللي بدأها قبل ما يبقى موبايل اصلا. في مكان بعيد عامل بينزل كل يوم تحت الارض عشان يستخرج معدن، وفي مكان تاني مهندسة قاعدة قدام شاشة كمبيوتر او لابتوب بتراجع تصميم شريحة الكترونية هتدخل في نفس الجهاز، وفي مكان تالت فني بيختبر الكاميرا علشان يتأكد انها هتشتغل من اول مرة. ولا واحد فيهم يعرف التاني، لكن كلهم من غير ما يقصدوا شغالين على نفس المنتج. والغريب ان ولا واحد فيهم شايف الصورة الكاملة، كل واحد شايف بس الجزء اللي قدامه. لكن لما الاجزاء دي كلها تتجمع يطلع في الاخر جهاز يمكن يكون دلوقتي في جيبك او يمكن يكون في ايدك وبتتفرج عليا منه. بس السؤال هنا، ازاي ناس ما يعرفوش بعض قدروا ان هم يعملوا حاجة واحدة؟ وهل ده كله كان ممكن يحصل في دولة واحدة، ولا دي مجرد بداية الحكاية؟ كل منتج في حياتنا ليه حكاية، وكل حكاية بدأت بمشكلة، وفي كل مرة البشر كانوا بيلاقوا الحل، العالم كان بيتغير. انا خالد رمضان، ودي كان يا مكان. لما الايفون نزل لأول مرة ناس كتير افتكرت ان ابل اخترعت كل حاجة من الصفر، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. اي منتج بالشكل ده بيبقى واقف على اكتاف آلاف الافكار اللي سبقته. يعني مثلا التاتش سكرين او الشاشه التاتش وراها سنين طويله من الابحاث، والبطاريه الليثيوم وراها علماء قضوا عمرهم في ان هم ازاي يحاولوا يخزنوا طاقه اكتر في حجم اصغر. والكاميرا عدى عليها عشرات السنين من التطوير قبل ما تدخل الموبايل اللي في جيبك. والبروسيسور او المعالج بقى فيه مليارات الترانزستورز، وده كان نتيجه رحله اختراع الترانزستور نفسه سنه 1947، وفضل التطور شغال عبر اجيال. ابل جمعت كل الرحله دي في جهاز واحد. لكن بعد ما خلص التصميم ظهر سؤال أصعب بكتير. لكن قبل السؤال خليني أقول لك حاجة مهمة. الصحفي باتريك ماكاجي في كتاب أبل إن تشاينا كان بيقدم فكرة جميلة جدا. كان بيقول إن السر الحقيقي في نجاح أبل مش في إنها صممت جهاز مميز بس، لكن إنها بنت على مدار سنين شبكة تصنيع عالمية، وكل طرف فيها بقى من الأفضل في اللي بيعمله. ويمكن عشان كده السؤال ما بقاش مين اخترع الآيفون، بقى إزاي كل الناس دي اشتغلت مع بعض. بعد ما أبل جمعت كل الرحلة دي في جهاز واحد، السؤال بقى مين هيقدر يصنع كل الأجزاء دي بنفس الجودة والملايين؟ والإجابة بداية رحلة جديدة خالص. قبل ما يبقى فيه موبايل كان فيه حجر، وقبل ما يبقى فيه شاشة بتنور كان فيه صخرة مدفونة تحت الأرض بقالها آلاف السنين. عامل بينزل كل يوم عشرات الأمتار تحت الأرض علشان يطلع خام يمكن هو عمره ما يعرف هو رايح فين. بالنسبة له دي كانت مجرد شغلانة، لكن الخام اللي كان بينقله بإيده ممكن بعد شهور يبقى جزء من جهاز واحد هيستخدمه في نيويورك أو في القاهرة. الغريب إن الآيفون مش معمول من معدن واحد ولا اتنين، ده جواه عشرات العناصر، وكل عنصر منهم ليه رحلة مختلفة. في الليثيوم اللي بيساعد البطارية إنها تخزن الطاقة، وفي السيليكون اللي بيبدأ منه تصنيع المعالجات الإلكترونية، وفي عناصر نادرة جدا وبتدخل في مكونات دقيقة جدا لدرجة إن المستخدم نفسه أو اللي بيستخدم الآيفون عمره ما هيشوفها، لكن هيحس بوجودها في كل مرة يستخدم الجهاز. والمشكلة إن المعادن دي مش كلها موجودة في مكان واحد، يعني الرحلة لسه ما بدأتش ولكنها اتقسمت على دول كتير. طيب مين بيقرر كل خام يروح فين؟ وإزاي كل الطرق دي بتتقابل في الآخر عند نفس الجهاز؟ لو سألت أي حد فين مصنع أبل غالبا هيسكت شوية، لأن الإجابة مش بسيطة، والسبب إنك تقريبا مش هتلاقي مصنع واحد وتقول عليه إن الآيفون كله بيتصنع هنا. أبل بتصمم المنتج وتحدد كل تفاصيله وبتراجع الجودة بدقة شديدة جدا، لكن لما يجي وقت التصنيع تبدأ رحلة مختلفة تماما. في شركات متخصصة في الشاشات، وشركات تانية من أكبر موردين الكاميرات، وشركات تالتة وصلت لمستوى غير مسبوق في تصنيع الشرايح الإلكترونية. كل شركة بقت الأفضل تقريبا في جزء واحد، وأبل جمعت كل الأجزاء دي مع بعض. وده يمكن أغرب قرار أخدته الشركة. بدل ما تحاول تعمل كل حاجة بنفسها قررت تعتمد على أفضل واحد في كل حاجة. لكن القرار ده كان ليه تمن. كل ما عدد الشركاء بيزيد كل ما إدارة المنظومة تبقى أصعب، وأي تأخير صغير ممكن يأثر على ملايين الأجهزة. يعني النجاح نفسه بقى معتمد على آلاف الشركات إنها تشتغل كلها مع بعض بتناغم عشان يحققوا المطلوب، وهو إنهم يشتغلوا كشركة واحدة. لكن
مين قدر يخلي كل الشركات دي تشتغل بنفس الدقة وتقريبا في نفس الوقت؟ والصحفي تريب ميكل بيحكي ان ناس كتير كانت فاكرة ان اصعب اختبار هيعدي على ابل بعد ستيف جوبز هو اختراع المنتج الجديد، لكن الواقع كان مختلف. الحفاظ على شبكة عالمية من الموردين والمصنعين وإدارة علاقتهم يوم بعد يوم كان واحد من أكبر أسباب نجاح أبل. أوقات إدارة المنظومة بتبقى أصعب بكتير من ابتكار المنتج نفسه. وإحنا هنا ما بنقولش إن ابتكار المنتج وتصميمه هندسيا كان فيه مشكلة أو كان سهل، لا كان صعب، بس الإدارة كانت مطلوبة. تخيل معايا كده إن أنت بتعمل أكلة فيها 20 مكون وكلهم موجودين ما عدا الملح، هل هتعرف تكمل؟ ده تقريبا اللي بيحصل في تصنيع الايفون، ولكن على مستوى اكبر بكتير. فالمعالج من بين اهم الشركات اللي بتصنعه شركة اسمها TSMC في تايوان، تعتبر الرائدة عالميا في تصنيع الشرائح الإلكترونية. وحساسات الكاميرا سوني اليابانية هي من أهم موردينها لسنوات طويلة. والشاشات شاركت في تصنيعها شركات زي سامسونج ديسبلاي وال جي ديسبلاي على حسب إصدار الآيفون وسنة إنتاجه. كل شركة من دول عندها جدول إنتاج مختلف وعملاء تانيين غير أبل والتزامات تانية لازم تلتزم بيه. يعني عشان آيفون واحد يتصنع لازم آلاف المواعيد دي كلها تمشي كأنها ساعة سويسرية، ولو شحنة واحدة اتأخرت حتى ولو كان فيها جزء صغير ممكن خط إنتاج بالكامل يقف. وده اللي بيخلي قيمة القطعة مش في تمنها، قيمتها الحقيقية إنها وصلت في الوقت الصح. وده يمكن أهم درس في سلاسل الإمداد، إن أوقات الوقت بيكون أغلى من المنتج نفسه. ودلوقتي بقى قدامنا سؤال جديد، لما كل القطع دي أخيرا توصل مين عنده القدرة إنه يجمع ملايين الأجهزة دي بنفس الجودة؟ في مصانع ومدن صناعية كاملة، ولما تشوف بعض المجمعات اللي بيتجمع فيها الآيفون هتحس إنك قدام مدينة مش مصنع. شركة فوكسكون واللي بتعتبر أكبر شريك لأبل في تجميع الآيفون بتشغل مئات الآلاف من العمال داخل منشآتها المختلفة وبتجمع ملايين الأجهزة السنوية لصالح أبل. لكن محدش بيبدأ من الصفر، كل قطعة وصلت بعد رحلة طويلة، وكل جهاز بيمر على مراحل اختبار دقيقة جدا: شاشة، كاميرا، سماعات، بطارية، والاتصال اللاسلكي. كل حاجة لازم تشتغل كأنها جهاز واحد مع إنها جاية من مئات الشركات. والأجمل في الرحلة إن اللي بيوصل للمستخدم في الآخر مش مجرد موبايل، اللي بيوصل هو نتيجة تنسيق بين مهندس في كاليفورنيا ومصنع شرايح في تايوان ومورد كاميرات في اليابان وخط تجميع في آسيا وشركة شحن وحاوية وميناء وطيارة وموزع ومتجر أو محل. كل واحد في الرحلة دي لو مش موجود الحكاية ممكن تتغير. وده اللي العالم اكتشفه في أصعب اختبار حصل في سلاسل الإمداد في العصر الحديث. إيه اللي حصل لما السلسلة دي اتكسرت فعلا؟ وده اللي هنشوفه في الجزء اللي جاي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل حلقات كان يا مكان. باتريك ماكاجي كان بيطرح فكرة مهمة جدا في كتاب أبل إن تشاينا، فكان بيقول إن أبل ما اختارتش موردينها لأن هم كانوا الأفضل فقط، لكن مع الوقت ساعدت كتير منهم في إن هم يطوروا مصانعهم ويرفعوا من جودة الإنتاج ويوصلوا للمستوى اللي الشركة محتاجاه. يعني أبل ما كانتش بتبني المنتج بس، كانت بتبني المنظومة كلها اللي هتصنع المنتج. لسنين كانت الرحلة دي ماشية زي الساعة، سفينة تدخل سفينة تخرج، عربية نقل توصل عربية نقل تمشي، مصنع يبدأ شغل ومصنع تاني مستنيه، لدرجة ان الناس افتكرت ان النظام ده عمره ما هيقف. لكن في سنة 2020 العالم اتعلم درس عمره ما هينساه: جائحة كورونا. مصانع بدأت تقفل، العمال بدأوا يبقوا اقل، والمواني اتكدست بالبضاعة، وشحنات كتير يا وصلت متأخر يا ما وصلتش اصلا. وفجأة المنتج اللي الناس كانت متعودة تشوفه كل يوم بقى بياخد شهور عشان يوصل في بعض الاسواق او بعض المناطق. ابل كانت من شركات كتيرة اتأثرت، لكن اللي حصل كشف حاجة أكبر بكتير من شركة أو من موبايل. كشف قد إيه العالم بقى مترابط، وقد إيه قرار في مكان ممكن تأثيره يوصل على بعد آلاف الكيلومترات لمكان تاني. ومن بعدها بدأت شركات كتير ومنهم أبل توسع من وجودها التصنيعي في دول إضافية وتراجع طريقة توزيع سلاسل الإمداد عشان تقلل المخاطر، من غير ما تقدر تستغنى عن الشبكة العالمية اللي بنتها على مدار سنين. وساعتها السؤال اللي بدأنا بيه بقى ليه إجابة دلوقتي. بعد الرحلة دي كلها مين اللي صنع الآيفون؟ في أول الحلقة كان في موبايل في جيبك يمكن كان شكله عادي، لكن بعد الرحلة دي ممكن بقى شكله مختلف، لأنك عرفت إن الجهاز ده ما بدأش في مصنع، بدأ من أماكن متفرقة ما يعرفوش بعض. عامل في منجم، مهندسة شرايح إلكترونية، فني بيختبر كاميرا، عامل على خط تجميع، قائد سفينة أو طيار. كل واحد منهم عمل جزء صغير ويمكن عمره ما شاف المنتج النهائي، لكن من غير الجزء الصغير ده ما كانش هيبقى فيه آيفون أصلا. يمكن عشان كده الآيفون اللي في جيبك دلوقتي مش مجرد جهاز إلكتروني، هو حكاية تعاون بين ناس،
شركات، دول، كل واحد فيهم أضاف قطعة في الصورة الكبيرة، وانت في كل مرة تفتح فيها الموبايل يمكن تكون ماسك في ايدك رحلة لفت العالم كله قبل ما توصل لجيبك. لو عجبتك الحكاية دي اشترك في القناة، لأن دي كانت مجرد البداية. كل منتج في حياتنا ليه حكاية، ولسه فيه حكايات كتير مستنية تتحكي. أنا خالد رمضان، ودي كان يا مكان.